3 2 1. عارف يا أميجو الحركة دي لما تقرر فجأة تلعب دور الابن البار وتدخل المطبخ تخلص على مواعين الغدا وتنظف الرخامة وتخلي الأرض بتلمع لدرجة إنها تنفع تبقى مراية. كل ده عشان تريح ست الكل وتثبت لها إنك رومانسي من الطراز الأول. وفجأة تدخل هي المطبخ وبدل ما تلاقيك في حضنها والزغاريد تملى البيت تلاقيها بصت لك بقرف غريب وقالت لك: أنت بتسألش عليا ليه يا ابني؟ هو أنا ماليش خاطر عندك تقعد معايا 5 دقايق تحكي لي عملت إيه في يومك؟ هو أنا شفافة للدرجة دي؟ في اللحظة دي أنت بيجيلك ايرور في الدماغ وبتحس إن في قفلة في أسلاك المنطق عندك. يا ست الكل، ده أنا لسه غاسل حلة المحشي اللي لزق فيها الرز وبقيت أحلامي، ده حب ده ولا أنا كنت بتمرن سكواد على الحوض؟ وهنا لازم نسأل نفسنا: هو ليه الحب الصادق ساعات بيوصل غلط؟ وليه ممكن تعمل المستحيل عشان حد وفي الآخر يقولك أنت مش مهتم بيا؟ هل العيب فينا ولا في اللي قدامنا؟ ولا إحنا فعلا بنكلم بعض بلغات مختلفة وإحنا مش داريانين؟ أحب أقولك إن المشكلة في إنك بتبعت الإشارة على تردد راديو وهي معاها جهاز لاسلكي. الإشارة طالعة من عندك زي الفل بس هي مش مستقبلاها لأن الشفرة ببساطة مش مفكوكة. إحنا بنفشل في التعبير عن حبنا مش عشان قلوبنا حجارة، لكن عشان بنحاول نشحن موبايل آيفون بشاحن نوكيا سنه رفيع من بتاع زمان. السلك واصل والكهرباء موجودة بس البطارية ما بتنطقش، وكل ده بسبب لغات الحب، الكلمة اللي بنسمعها دايما وعمرنا ما فهمناها. لكن النهاردة هنعرف يعني ايه لغات الحب وايه انواعهم، بس بعد ما تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتعملوا متابعة لو مش عاملين، وتطلعوا تاني عشان نبدأ حلقتنا. السلام عليكم أعزائي الأميجوس، طيب الله أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم لمعلوماتك. الحكاية يا أميجو بدأت سنة 1992 لما العالم النفسي جاري تشابمان قرر يفك لغز السنين اللي حير الفلاسفة والشعراء. ليه في ناس كتير بيحبوا بعض جدا بس مش طايقين يقعدوا مع بعض 5 دقايق؟ ليه في بيوت قايمة على المودة بس مليانة خناقات على أتفه الأسباب؟ تشابمان ما كانش قاعد في مكتب مكيف بيألف نظريات ويرص كلام متنسق، ده حرفيا قضى سنين في مطبخ العلاقات الحقيقي. كان بيسمع آلاف القصص في الاستشارات الزوجية والاجتماعية، قصص لناس داخلين له المكتب وهما بيحبوا بعض جدا بس كل واحد فيهم شايل سكينة للتاني تحت الهدوم من كتر الإحباط. لاحظ نمط غريب ومستفز جدا. لاحظ إن البشر زي الأجهزة الإلكترونية بالظبط، كل واحد فينا نازل من المصنع بأوبريتنج سيستم أو نظام تشغيل مختلف تماما عن اللي جنبه. يعني أنت ممكن تكون شغال بنظام أندرويد وبتحاول تبعت ملفات حب لواحد شغال بنظام الاي او اس، فجأة تلاقي الرسالة بتظهر عنده فورمات ايرور أو الملف غير مدعوم. تشابمان شاف ستات بتعيط وبتقول جوزي مش بيحبني، رغم ان الراجل ده بيشتغل 16 ساعة في اليوم عشان يوفر لها حياة كريمة. وشاف رجالة تانية بتقول انا مراتي مش مهتمة بيا، رغم انها مخلية البيت جنة واكلها ولا اكل الفنادق. وهنا تشابمان لفت نظره اننا واقعين في فخ الاسقاط العاطفي. احنا بنقدم الحب بالطريقة اللي احنا بنحب نستقبله بيها، مش بالطريقة اللي الطرف التاني بيفهمها ويحب يستقبله بيها. كأنك بالظبط ماسك جويستيك بلاي ستيشن وبتحاول تلعب بيها على أتاري من بتاع زمان. الزراير موجودة والنية موجودة بس مفيش حركة واحدة هتتعمل على الشاشة طول ما انت مش فاهم ان الجهاز اللي قدامك ليه مدخل وتوصيلات تانية خالص. فطلع لينا وقتها بكتابه اللي بقى إنجيل العلاقات في العالم، لغات الحب الخمسة، وقدر يثبت بالدليل إن المشكلة عمرها ما كانت في كمية الحب اللي جوه قلبك، لكن في الطريقة اللي بتخرج بيها الحب ده. تشابمان قال لنا جملة قلبت الموازين: الحب لوحده مش كفاية لو الشخص اللي قدامك مش حاسس بيه. يعني ببساطة يا أميجو، أنت ممكن تكون بتبذل مجهود جبار وبتتحرق عشان تشحن موبايل آيفون أحدث موديل، بس أنت للأسف ماسك في إيدك شاحن نوكيا، فبيبقى السلك أصلي والكهرباء موجودة والنية زي الفل، بس النتيجة إن الشحن صفر والجهاز هيفصل منك في أي لحظة لأن الفتحة مش هي الفتحة. عشان كده تشابمان لخص لغات البشر في 5 أنواع، وكل واحدة فيهم ليها كتالوج تشغيل مختلف. النوع الأول من البشر هو صاحب كلمات التشجيع، ال words of affirmation. دول يا أميجو ناس ودانية، المحرك الأساسي بتاعهم هو السمع. لو عملت له المستحيل، بنيت له قصر وصرفت عليه ملايين بس ما قلتلوش شكرا أو أنت بطل أو أنا مقدر تعبك، فكأنك حرفيا ما عملتش أي حاجة. الناس دول لسانك هو اللي بيتحكم في كهربة قلبهم.
الكلمة الحلوة عندهم بتشحن البطارية 100% وتخليهم يهدوا جبال علشانك. لكن في المقابل كلمة نقد واحدة جارحة أو تريقة في وسط الناس بتنزل عليهم زي الماس الكهربائي اللي بيحرق السيستم كله ويدخله في حالة اكتئاب. دول اللي محتاجين يسمعوا تفاصيل صغيرة انت ممكن تشوفها تافهة، زي تسلم ايدك، الاكل النهاردة ملوش حل، او انا فخور انك ابني، او حتى القميص ده واكل منك حتة ومخليك منور. بالنسبة ليهم الحب مش فعل مستتر، الحب لازم يبقى مبتدأ وخبر ومسموع بوضوح. هما مش مغرورين ولا عايزين حد يطبل لهم، هما بس بيحسوا بالأمان لما يسمعوا إنهم كفاية في عين اللي بيحبوه. من الآخر فدول جماعة الاهتمام بيطلب عادي جدا. تاني نوع بقى وهو الأعمال الخدمية Acts of Service. دول بقى يا أميجو شعارهم في الحياة الأفعال أعلى صوتا من الكلام. الشخص ده عنده حساسية مفرطة من بياعين الكلام. بالنسبة له كلمة بحبك مش محتاجة لسان قد ما هي محتاجة دراع. يعني ايه؟ يعني لو قعدت تسمعه قصائد شعر من هنا للصبح والبيت مكركب او الراوتر بايظ وهو مش عارف يخلص شغله، هيعتبر كل كلامك ده رغي ملوش اي لازمة، وممكن يبص لك ويقول لك لو بتحبني فعلا قوم انزل هات كيس سكر قبل ما المحلات تقفل. الحب عند الناس دول بيتقاس بالجهد المبذول، انك تشيل عنه شيلته، تخلص له مشوار في الزحمه، تروح تجيب له الدواء حتى وانت تعبان، او حتى تغسل المواعين لست الكل وهي نايمه. دي بالنسبه لهم اسمى واهم معاني الغرام. هم بيشوفوا ان الحياه صعبه وقاسيه، والشخص اللي بيحبهم بجد هو اللي بيمسك معاهم المقشه او المفك ويخفف عنهم شيله الحياه. لو شريك حياتك أو والدتك من النوع ده، فأنت لو جبت لها عقد ألماظ بس سبت الأوضة تضرب تقلب هتحس إنك مش مقدرها. لكن لو دخلت عليها ولقيتها شايلة هم حاجة وقمت عملتها بدلها من غير ما تطلب، مبروك يا أميجو، أنت كده فكيت شفرة قلبها وقفلت ليفل الوحش من غير ولا كلمة حلوة واحدة. تالت نوع بقى وهو تبادل الهدايا Receiving Gifts. وخلي بالك يا أميجو اللغة دي بالذات مظلومة، لأن في ناس فاكرة إنها مادية أو طمع، بس الحقيقة إنها لغة التقدير البصري. الشخص اللي لغته الهدايا مش بيبص على سعر الحاجة، هو بيبص على المعنى اللي وراها. الهدية بالنسبة له هي دليل مادي إنك وإنت بعيد عنه وإنت في وسط زحمة يومك وشغلك ومشاكلك هو نور في خيالك لثانية. الهدية هي الرسالة اللي بتقول أنا كنت بفكر فيك. عشان كده ممكن تكون أغلى هدية عنده هي وردة ناشفة قطفتها له وأنت ماشي، أو شوكولاتاية ب5 جنيه جبتها عشان عارف إنه بيحبها، أو حتى حجارة ريموت جبتها وأنت جاي من الشغل عشان سمعته الصبح بيشتكي إن الريموت مش شغال والبطارية خلصت. الناس اللي من النوع ده بيحتفظوا بورقة بونبوني أو تذكرة سينما قديمة، مش بخل ولا قلة نظافة، بس لأن الورقة دي هي الذكرى الملموسة إنك كنت موجود معاهم بقلبك في اللحظة دي. لو قعدت توصف له مشاعرك في قصيدة 100 بيت وتيجي تقارنها بإنك دخلت عليه بحاجة هو بيحبها من غير مناسبة، الهدية هتكسب باكتساح، لأنها بالنسبة له حب مجسد يقدر يلمسه بإيده ويشوفه بعينه. أما رابع نوع فهم أصحاب الوقت النوعي الكواليتي تايم. دول بقى يا أميجو أعداء الموبايلات اللدودين. الحب عندهم مش بالكمية، الحب عندهم هو التركيز الكامل. يعني إيه؟ يعني تقعد معايا عيني في عينك ونحكي ونسمع بعض كأن مفيش في الكوكب غيرنا، من غير ما تفتح التيك توك كل ثانية ومن غير ما ترد على إشعارات الواتساب اللي ما بتخلص. الناس دول عندهم رادار بيكشف الاهتمام المزيف. لو قعدت معاهم 5 ساعات في أفخم خروجة وانت ماسك الموبايل وبترد على جروب الدفعة أو بتشوف مين عمل لك لايك، فانت بالنسبة لهم ما قعدتش معاهم أصلا. ال10 دقايق اللي بتديها لهم بتركيز حقيقي وانت رامي الموبايل ده بعيد وقافل التلفزيون أحسن عنده من يوم كامل وانت جثة قاعدة جنبه بس عقلك مع الترند الجديد. الحب عندهم معناه المشاركة، إننا نعمل حاجة مع بعض، نتمشى ونحكي، نلعب جيم بلاي ستيشن بتركيز، أو حتى نقعد نشرب شاي ونتناقش في خرم الأوزون. المهم إنك تديله أغلى حاجة تملكها وهي انتباهك. لو شريك حياتك أو صاحبك من النوع ده فكلمة أنا سامعك وهو شايف عينك بتبصله بتكون هي دي قمة الرومانسية اللي ممكن يقدمها بشر لبشر. خامس وآخر نوع بقى وهو التلامس الجسدي الفيزيكال تاتش. ودي بقى يا أميجو لغة الأمان والسكينة اللي بنتكلم فيه عن الترجمة الجسدية للمشاعر. الناس دول بيحسوا بالحب لما يلمسوه فعليا. الحب عندهم مش كلمة طايرة في الهوا ولا هدية محطوطة في علبة، الحب هو وجودك الملموس جنبه. يعني إيه برضو؟ يعني الطبطبة على الكتف في لحظة ضعف، الحضن اللي بيجي في وقته والدنيا ضيقة، أو حتى سلام بالإيد فيه حرارة وتقدير وشدة إيد بجد، مش سلام بطراطيف الصوابع.
اللمسة دي بالنسبة لهم هي اللي بتعمل ريست للسيستم كله لما يهنج. الطفل الصغير اللي لغته كده مش هيسكت لما تقوله بحبك، هيسكت لما تحضنه. وصاحبك اللي لغته كده مش هيحس بجدعنتك غير لما تلطشه على كتفه وانتوا بتضحكوا أو تسند إيدك على ظهره وانتوا ماشيين. الناس دول بيعتبروا المسافة الجسدية جفاء عاطفي، يعني لو قعدت بعيد عنه وانت بتكلمه بيحس ان في حاجز او برود في العلاقة. اللمسة البسيطة العفوية هي دي الواي فاي اللي بيوصلهم بيك ويطمنهم انك لسه موجود، لسه بتحبهم، ولسه الدنيا تمام. في لغتهم الايد اللي بتطبطب اصدق بكتير من اللسان اللي بيلعبع. الخلاصة يا أميجو، الحب مش خناقة مين بيقدم أكتر. الحب هو ذكاء في اختيار اللغة الصح. إحنا بنضيع نص عمرنا في زعل ونص المجهود في علاقاتنا بيروح في الأرض، مش عشان ما بنحبش بعض، بس عشان كل واحد فينا واقف في بلد تانية وبنكلم بعض بالإشارة من بعيد. وزمانك دلوقتي يا أميجو بتسألني السؤال المهم: أنا أعمل إيه دلوقتي؟ الحل بسيط، راقب اللي قدامك. لو شفت صاحبك دايما بيشتكي انك ما بتسألش يبقى لغته من النوع الوقت النوعي، ارمي الموبايل واقعد معاه. لو شفت والدتك بتفرح لما تجيب كيس فاكهة وانت جاي يبقى لغتها الهدايا، افتكرها دايما بأي حاجة حتى ولو بسيطة. لو شفت أخوك محبط يبقى محتاج كلمة تشجيع مش عزومة غدا. ما تبقاش عامل زي اللي بيحاول يفتح قفل شقته بمفتاح شقة تانية، مهما عفرت المفتاح مش هيلف والباب مش هيتفتح، وإيدك هي اللي توجعك في الآخر. اسأل نفسك واسأل اللي حواليك: إيه أكتر حاجة بتعرفك إني بحبك؟ الإجابة اللي هتسمعها هي الباسورد بتاع قلبهم. روح جرب تفتح الأبواب دي وهتتفاجئ إن الحب كان موجود طول الوقت، بس إحنا اللي كنا بنخبط على الحيطة وسايبين الباب مفتوح. وعشان كده يا أميجو، قبل ما تقفل الفيديو ده اسأل نفسك: يا ترى مين أغلى شخص في حياتي أنا كنت بكلمه لغة هو مش فاهمها؟ وانزل دلوقتي اكتب لنا في الكومنتات تفتكر إيه هي لغة الحب بتاعت والدك أو والدتك اللي اكتشفتها النهاردة. والأهم من كده إنك تقول لنا أنت من أنهي نوع من الأنواع الخمسة اللي اتكلمنا عنهم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعمونا باللايك والشير على أوسع نطاق عشان غيركم يستفيد. كان معكم الهستوريادور، نستودعكم الله. بيقول لك في واحد رومانسي كان قاعد مع مراته فحب يثبت لها إنه دايب فيها، فقام مسك إيديها وقال لها بنعومة: حبيبتي، انت عارفة ان الشمس لما بتطلع بتخبي النجوم؟ اهو انت بقى لما بتظهري بتخبي اي ست عن عيني ومش ببقى شايف غيرك. راحت بصيت له ببرود وقالت له: بقول لك ايه يا سيد، سيبك من الكسوف والخسوف ده يا اخويا، احنا بقالنا اسبوع الشمس بتطلع وتغيب وانت ما صلحتش السخان. قوم استحمى بقى بميه ساقعه يمكن تفوق من جو المسلسلات ده وتصلحه.